في مشكلة بتهدي ناس كتير، إنك تتكسف تقول لأ، توافق وإنت مش قادر، تضيع وقتك وإنت مش فاضي، وتيجي على نفسك علشان ترضي ناس عمرها ما فكرت ترضيك. تفضل تقول أصل مكسوف، أصل ما ينفعش أحرجه، وفي الآخر أنت اللي اتحرجت، أنت اللي اتعطلت، أنت اللي خسرت وقتك. والحقيقة اللي لازم تعرفها إن ربنا ما طلبش منك ترضي الناس على حساب نفسك، ولا قالك اكسر نفسك علشان حد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو مش قادر من حقك تقول لأ وأنت مطمن. قيمة نفسك أنت اللي بتحددها. لما تقول لأ في وقتها أنت مش قليل الذوق، أنت صريح وبتحترم نفسك. طالما الوقت مش مناسب أو أنت مشغول، ما تجيش على نفسك علشان ترضي حد، لأن في الآخر محدش هينفعك غيرك. احترم وقتك، تحترمك الناس، واللي ما يقدرش ما يستاهلش تعبك. افتكر دايما ان قيمتك انت اللي بتحددها. احترم نفسك قبل اي حد، ولما تقول لا وانت مطمن ربنا معاك وما هيحاسبكش على حاجه فوق طاقتك. عيش حياتك بنور وثقه، انت اقوى من ان حد يكسرك. مجرد راي بس يمكن يغير وعيك. انا هنا بتكلم عن الوعي الحقيقي. لو ده يهمك اشترك في القناه.